سلام الله عليكم متتبعين قناة مواهب أرملة، ومن جديد ملف جية العقارية في قمة تمارا هاد الأيام. الأول ظهور المبارك اليمني من بعد البلاغ اللي نزلاته جية العقارية في صفحتها الفيسبوكية، والتي تقول أنها تنهي شركة جية العقارية إلى علم كافة الزبناء أن ملفها بخصوص التراخيص قد تم حله بصفة كلية وفي جميع المشاريع. مبروك عليكم إذا كان صحيح. وبناء عليه فقد تم اليوم إيداع كافة المشاريع بمنصة الرخص، ويتعلق الأمر بالمشاريع الكبرى التالية: القدس 1 إضافي، القدس 2 إضافي، القدس 3، الازدهار 2 إضافي، والازدهار. كما أن المشاريع المرخصة والتي كانت موضوع محاضر لمخالفات التعمير، ويتعلق الأمر بالازدهار 2 القدس 1 بلوك سي وجيا بيتش، والازدهار 2 الشطر الأخير هي في طور الدراسة والإعداد. يعني كيبقاو هاد المشاريع الأخيرة ب4 باقين في الدراسة. نتمنوا ليهم تا هما يكون كلشي بخير وعلى خير. وبهذه المناسبة المفعمة بمعاني البهجة والسرور، تتقدم شركة جية العقارية بدءا بالرئيس المدير العام مكافحة الأطقم الإدارية والتقنية بأسمى عبارة الشكر. كنشكركم تنتوما إلا كان هادشي صحيح، والامتنان للسيد إلى ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وإلى السيدة مديرة الوكالة الحضرية للرباط، والسيد كاتب عام عمالة تمارا، وكافة أطر ومهندسي هذه الإدارات على مجهوداتهم الجبارة من أجل التسريع بتسوية هذا الملف. يعني راه كيشكر جميع الأطر اللي وقفت معاه في هذا الملف. كما تتقدم الشركة بأفضل التحية للزبناء الأوفياء الذين تحلوا طيلة هذه المدة بروح المسؤولية والتفاعل البناء. وختاما نحيط الزبناء الكرام علما أن شركتنا جاهزة تمام الجاهزية من الناحية التقنية واللوجستيكية لإطلاق الأشغال مباشرة بعد استصدار التراخيص الخاصة بالمشاريع المذكورة. غنقولوا مبروك، وكانت الوقفة كما شفتوا في باب الجية العقارية بهالطريقة، والاحتفالات الناس. نتمناو ما بين اللي متيق واللي ما متيقش فرجة ممتعة. الأيام القادمة إن شاء الله هي اللي غادي تبين كل شيء. نتمناو الجية التوفيق وتطلق الناس لديورها، وإن شاء الله بحول الله تمشي الأمور كما ينبغي. شكرا لكم.